نص صريح وواضح: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما عندنا، لسنا مخيرين في هذه المسألة. ومن يرتدي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. مسائل محسومة في الدين. الذي يعترض على الله ورسوله كافر، ما عندي شك في هذا. الذي يعترض على الله ورسوله يكفر، ما عندي شك في هذا. في موقف لما مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي على كبير المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، فلما صفوا الناس والرسول صلى الله عليه وسلم في أمامهم، جاء عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله لا تصلي عليه. فقال: دعني يا عمر. فوقف أمام القبلة أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله لا تصلي عليه. فأزاحه، فرجع وقف، قال: يا رسول الله لا تصلي عليه، هذا منافق، يا رأس المنافقين هذا، كيف تصلي عليه؟ فقال: دعني يا عمر. قال: يا رسول الله ما تصلي عليه، الله نهاك أن تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف رحمته، قال: سأستغفر له أكثر من 70. الله. ماذا فعل عمر؟ فقام جر النبي صلى الله عليه وسلم، جر من مكان الإمامة، قال: يا رسول الله ما تصلي عليه. هو يقول عن نفسه، يقول: فتعجبت من جرأتي على رسول الله. يعني من الأمور يعني التي اختلفوا فيها عند النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا عند موته قبل الموت قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. لما خلاص عايز يكتب وصيته، مع ان الوصيه موجوده، لكن يريد ان يكتب الوصيه ويشهد عليها الصحابه جميعا حتى يعمل بها. ولو اجابوا النبي صلى الله عليه وسلم لعشنا في رغد من العيش، لكنهم اختلفوا عند النبي صلى الله عليه وسلم. سبب الاختلاف كان ايه؟ ما هو يعني ليه حدث هذا الاختلاف؟ انا اقول لحضرتك، سيدنا عمر ومن معه قالوا: يعني يا رسول الله حسبنا كتاب الله. يعني هو اجتهد وقال: حسبنا كتاب الله، احنا معنا كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال احللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه وخلاص. ما تتعبش نفسك. يعني مش عايز يتعب النبي صلى الله عليه وسلم. وبقية الصحابة قال: لا، لابد أن نطيع الله ورسوله، وأطيعوا الله وأطيع الرسول. اتوه بكتاب، خلوه يكتب، خلوه يعرف الأمة، خلوه يبين للأمة، حتى لا نختلف مين اللي بعد، مين خليفة من بعده، ثم من ثم من ثم من. كان هيوضح كل الأمور. كان هيوصي بوصايا معينة موجودة، كان هيوصي بأهل بيته الكرام، كان هيوصي ببعض الصحابة، كان هيوصي، كان هيقول كلام كتير رائع، كلام كان هيمنع الخلاف في الأمة الإسلامية. لكن شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى، اختلفوا عند صلى الله عليه وسلم. فحتى أن سيدنا عمر قال: إن الرسول يهجر، يعني خلاص غلبه الوجع وخلاص، يعني ده ما ينفعش يكتب ولا ينفع وكده. والصحابة كان، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاختلاف قال: اخرجوا عني، اخرجوا، يعني اطلعوا بره، ما ينفعش اختلاف قدام النبي. حضرة سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ما ينفعش. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما ينفعش نختلف عند الحبيب محمد، ما ينفعش الرسول يقول: ائتوني بكتاب واحنا نقول لا. طب ده معلش، ده مشفقين عليه، ما فيش حاجة اسمه مشفقين. فهذا اختلاف دار بين الصحابة. ورفع الأصوات في حضرة المصطفى، ده ذكر يعني، الله يفتح عليه، رفعوا أصوات أمام المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولما ارتفعت الأصوات أمام النبي صلى الله عليه وسلم قال: اخرجوا عني. ما ينفعش اختلاف، لأن الاختلاف سيأتي بالشياطين، ولا يمكن يكون عند النبي شياطين، ليس عنده إلا ملائكة. هذا كان جبريل جاي يستأذنه، وملك الموت جاي يستأذنه، وجايين يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، وجايين ينعوه ويودعوه، وجايين يتكلموا مع الحبيب محمد. وبعدين احنا يا بشر نختلف أمام سيد البشر صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن أبدا، ما ينفعش. فده نموذج حي من اختلاف، في موقف دقيق جدا. ده موقف، هو موقف يعني بعده إما تتم السعادة أو الشقاء. وهو كان عدم بسبب، ولذلك سيدنا عبد الله بن عباس، ابن عباس بقى حبر الأمة وترجمان القرآن، كان يقعد بعدها يقعد يعيط ويقول: يوم الخميس رزية الخميس وما رزية الخميس، وعيط رضي الله عنه.
ويقول قال رسول الله ويحكي القصه، كل شويه يذكر بيها الصحابه ان انتوا اخطاتم في حق النبي صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوه الا بالله. بعض الناس يقول لك يا اخي ما تقولش كده على الصحابه. اقول له يا اخي وانا ده انا بقول لا يتقول عليهم، هو بيذكر واقعه حدثت. ده لابد لابد ابن عباس ان يذكر، ولا بد لحسن ان يذكر، والاستاذ هاشم يذكر، كلنا نذكر، لان تاريخ، ولابد ان احنا نعلم ان احنا قصرنا